كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. رمضان كريم. طبعا بقالنا فترة كبيرة ما تقابلناش، بس ظروف بقى الصيام ووقت ضيق وتراويح وتعليق بقى على دورات رمضانية، ونعمل ايه بقى؟ ضغط ضغط ضغط. بس تابعتوني في دورة الفلكي، في ساحة الفلكي، وانا مع احمد جميل ومينا ماهر. لو شافش الحلقة دي شوف. انا انا بتكلم عادي، انا اتفاجئت. قال لي لا خد تعالى بتاع كلام من ده. نزلت له بس فعلا. على فكره موضوع ايمن الكاشف ده بجد والله، انا ما بقلدش، بس هو نبره صوتي كده، انا ما اعرفش هي يعني بالصدفه تطابقت النبرات مع بعض، انما تقليد. بس المصطلحات بصراحه يعني من كتر ما الواحد بقى بيتفرج على الكابتن ايمن الكاشف، بقى في بقى المصطلحات بتاعته قفشت معايا بصراحه. الاهلي ما جاش يا جماعه، الاهلي ضيع فرص كتير كتير، بس دخل فيه هدفين بمنتهى السذاجه. لا بمنتهى السذاجه، بمنتهى السذاجه، خط ظهر ضايع، حارس خلاص كفايات، احنا مش هنقاوح. طب هو انت فكرك ان محمد الشناوي هو اللي هيمثل مصر في كاس العالم؟ اقنعني. المستوى متدني متدني، واهداف ما تجيش في حارس ناشئ، وخط ظهر بيتكشف بسهوله. يعني ايه داخل وفتح رجليك وداخل داخل تحلق على يا شناوي؟ ومحمد هاني باع نفسه ليه؟ معرفش. هتقول لي ضيعوا فرص كتير، ما يعني ما فيش واحد عنده حلول. بعدين كل الكور يعني، ما هو تريزيجيه هو اللي نزل عمل الحلول. طب انت فين من اول الماتش؟ انت فين من ساعه ما عماد النحاس مشي اساسا؟ لا لينا شكل ولا لينا اداء، عمالين نجيب في صفقات واعلى صفقات وبفلوس، انما جمله واحده نحس ان في جمله كويسه بتتعمل والاهلي بيجدها. لا هو معاك الكره اديها لتريزيجيه وتريزيجيه يتصرف. امام عاشور امبارح ما جاش. لا المباراه كانت وحشه. علي لطفي كان عملاق صراحه، يعني الواحد يشهد له، بس بيجي قدام حد تاني تلاقيه قلب اي حاجه تانية، انما قدامنا احنا ما شاء الله اعظم حراس العالم بتيجي قدامنا وتتصدى. كفايه كلام على الاهلي عشان خاطر فعلا من بعد كولر واخر ايام كولر، ومن بعد ما جابوا عماد النحاس، احنا ما شفناش كوره بصراحه غير في عهد عماد النحاس، ومن بعديها آه انسى، مفيش اهلي. وانا قلت قبل كده فكر تاني، هات عماد النحاس، هات علي ماهر، هم دول اللي هيعملوا معاك الفرق ودول اللي هيظبطوا لك الدنيا، غير كده ما تدورش ولا اجانب بقى ولا بتاع ولا كلام من ده. والسكواد المرعب اللي انت معتمد عليه ولا حاجه، ولا حاجه. احنا بنقاتل عشان خاطر ندفع فلوس، وفي الاخر مفيش مردود، مفيش شكل. مدير فني يفتقد الهويه والتصرف داخل الملعب، مفيش جمله يعني نقول في فكره مدرب بتطبق في الملعب. مفيش اللي في ايده حاجه يعملها. الزمالك بصراحه شابوه الزمالك، رغم الحاله حاله التعثر اللي هو فيها والمشاكل
واللعيبه ما بتاخدش فلوس ولعيبه يعني طالع عينيها بصراحه، انما بيموتوا نفسيهم، بيموتوا نفسيهم عشان خاطر عندهم هدف بعيد بقى عن الماده. عندهم هدف ان احنا رغم اللي عندنا ده والكوارث اللي احنا فيها، بس احنا هنثبت للكل ان احنا لعيبه سوبر نمبر 1. وسكواد الزمالك اللي الكل بيقول على قدهم، سكواد عالي من اول حارس المرمى لخط الظهر لخط الوسط للمهاجمين، عاملين اللي عليهم وزياده، ولا حد يقدر يلومهم في حاجه، حتى جماهيرهم. وجماهيرهم بصراحه مسانداهم وعاملين حاله. اظن انت كده فرحان يا احمد يا جميل. تمام. كان هيموت ويخليني اقول الدوري في 100 عقبه، شكله رايح 100 عقبه. بس لسه برضو النفس الطويل. النهارده الزمالك وبيراميدز معركه لصالح الزمالك، رغم ان بيراميدز اعلى وامهر ومركزين، وهم اللي ناويين ان هم يتصدروا المشهد، انما الزمالك لا، كعبه عالي على بيراميدز. الزمالك بيجيد التعامل مع بيراميدز. هفكركم المباراه دي يا تعادل يا اما لصالح الزمالك. وطبعا لو هي تعادل يبقى ايه يعني، كتر خيركم، يعني انتوا كده عملتوا اللي عليكم وزياده عشان خاطر الاهلي ايه يعني يتقبل الهدايا ويكمل ويستمر. ما هو الاهلي عامه يعني لما بيفشل وبيبقى مستواه وحش، الهدايا المجانيه اللي بتيجي من المنافسين هي دي اللي بتسنده. فاحنا منتظرين الهدايا. تمام. انما لا، يعني زمالك وبيراميدز بينافسوا على دوري ابطال افريقيا، تخيل. والاهلي بقى ايه، ينافس على الكونفدراليه. بس لسه يا جماعه برضه يعني فاضل تكتين ثلاثه كده والاهلي عامه يعني لما بيجي يقع سرعان ما يستفيق، بس مش باين له. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. انما الدوري السنه دي بجد الدوري مولع نار من القمه للقاع. يعني الاتحاد مقدم مردود، يعني رغم ان هو خسر من بتروجيت، بس يعني بقى فيه نفس شويه ان يعني ايه، قفشه وعبد الرحمن مجدي ومبولولو دخلوا بجد عملوا حاله يعني. انما الاسماعيلي هو اللي يعني ايه يعني خلاص، ومحدش عارف يسنده في الدوري ده، لان اتسند الدوري اللي فات واتعملت الحكايه كلها عشان خاطر الاسماعيلي ما ينزلش. بس الله غالب. شكله لا. ففي منافسه فوق وفي منافسه تحت، ومن اجمل الدوريات اللي ممكن تشوفها في الدوريات المصريه هو الدوري ده. في مطاحن شغاله، زمالك وبيراميدز واهلي وسيراميكا لا ومصري. الشكل حلو، وكل فريق بينزل عنده قدرات وعنده امكانيات ويقدر ياخد نقاط المباراه وهو يعني واثق من نفسه. طبعا انا بتكلم بس تعبان فعلا يعني، مجهد وزوري مش تمام، بس حابب ان انا كنت اطلع واتكلم وبجد. آه، عايز اقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين، ويا ريت نستغل رمضان احسن استغلال، واشوفكم تاني باذن الله ان شاء الله على خير.